السلام عليكم، معكم سالم. فيديو جديد. اليوم جينا نهضروا على بعض لاعبي المنتخب الوطني الجزائري. نبداو باللاعب الاول، هو لاعب ليستر سيتي رياض محرز، اللي راهو حاب يغادر فريقه الحالي اللي هو ليستر سيتي. راهو حاب يلعب في نادي كبير، يلعب دوري ابطال اوروبا او الدوري الاوروبي. رياض محرز، كاين هناك أندية راهي حابة تعاقد معه كيما نادي موناكو، أتلتيكو مدريد وأرسنال وبعض الأندية الأخرى أيضا. رياض محرز قرر باش يغادر ليستر سيتي. آه، وهذا الأمر راح يخلينا نشوفوا رياض محرز يلعب في دوري في نادي آخر الموسم المقبل، أو في دوري جديد الموسم المقبل. لكن رياض محرز راهو حاب يكمل يلعب في الدوري الإنجليزي، وحنشوفوا رياض محرز حسب آخر الأخبار في نادي كبير يلعب في الدوري الإنجليزي، سواء أرسنال أو ليفربول أو نادي آخر كبير يلعب في الدوري الإنجليزي ويشارك في المنافسات الأوروبية. واللاعب الثاني هو لاعب ناديران الفرنسي رامي بن اللي أدى موسم إيجابي مع فريقه ناديران الفرنسي. رياض عفوا رامي بن تلقى عرض ب10 مليون أورو من نادي ليل الفرنسي. ونادرا حيدرس هذا العرض، ومع باقي مع الأيام المقبلة حنشوفوا إذا رامي بن حيغادر نادرا أو لا. ونادي ليل جاب مدرب جديد اللي هو مارسيلو بيلسا، اللي هو حاب يتعاقد مع رامي بن، وقدم نادي ليل عرض ب10 مليون أورو من أجل التعاقد مع المدافع الجزائري اللي بلغ من العمر 22 سنة. واللاعب الآخر هو لاعب نادي بولونيا الإيطالي سفير تايدر، اللي تألق مع فريقه هذا الموسم في الدوري الإيطالي. وكان هناك أندية جيدة في إيطاليا ما تلعبش على البقاء كما نادي لو لعب فيه سفير تايدر. هذه ومن بين هذه الأندية اللي حابة تعاقد مع سفير تايدر هو نادي فيورنتينا الإيطالي. لمدربه بيولي راهو حاب يجيب تايدر في هذا الميركاتو تحسبا للموسم المقبل. كان معكم سامي، ما تنسوش تابوني في لاشين يوتيوب تاعي، وديروا شان في لاباج فيسبوك، وتبارطاجيو الفيديو تاعي، وتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مرة اخرى. سلام عليكم.